استني الجديد. انت دايما عندك المعلومات اللي تخلي شكل جسمك حلو بسهوله، لان موضوع الجيم وان انا اغير جسمي وكده الموضوع بسيط مش معقد. بس زي ما تقول كده ان انا مستني حد يقول لي المعلومات بشكل جديد ومختلف، اللي هو انا مستني حاجه جديده. ايه هي بالظبط انا مش عارف. هو فين الجديد ده؟ هو ما قالش حاجه جديده، المعلومه اللي قالها دي انا عارفها. وبسبب الجري ورا الجديد كل يوم هتلاقي بتظهر معلومات ومصطلحات بمسميات مختلفه وجديده، بس لو جينا بصينا في الاساس هنلاقي ان هي نفس الحاجه ونفس المعلومه. هنا طلعت المدارس اللي بتخترع اسماء واكسبريشن جديده عشان السعي المستمر وراء الجديد، وده بسبب حاجتين. اول حاجه الملل، مفهوم والزهق، ان انت مثلا قررت ان انت تنهي الشيء اللي بتعمله، زي مثلا التمرين. هو خلاص انا قررت ان انا مش هحاول تاني ويلا نشوف حاجه جديده نعملها. عكس الزهق ده هو الاستمرار، ان انت مواظب على التمرين والدايت حتى لو انت ما خدتش النتيجه اللي انت مستنيها، حتى لو انت بتعمله كل يوم. بتعمل ده بقالك فتره كبيره، بس ده كله هيتغير وهتحصد نتيجته في الاخر. بس هقول لك ازاي، بس كمل معايا. خلينا نعرف ايه سبب المشاعر دي زي الزهق والملل اللي يجي لك بدل ما انت بتهرب منها وبتعمل حاجه جديده وما تكملش في اللي انت بتعمله. هي ليه بتحصل لنا اصلا؟ عشان تحذرنا ونرجع تاني للتراك. مثلا ان ممكن في حاجه مهمه ممكن تضيع من، زي الصحه، زي شكل جسمك، يور ايمج اللي ممكن تخسرها لو ما حافظتش على تمرين. ممكن تخسر وظيفه مهمه انت مترشح ليها بسبب ان انت مثلا شخصيتك والنولج اللي عندك ترشحك ليها، بس بسبب ان شكلك مش احسن حاجه هتلاقي نفسك خسرت الوظيفه. الملخص بقى، ايه فايده المعلومات اللي عندك لو انت مش هتطبقها وتستفيد منها؟ اهم من ان يكون عندك معلومات جديده وكتيره هو ان انت تقدر تستفيد منها وتطبقها في الواقع اللي انت بتعيشه. تفرق الاسماء كتير قوي، اللي هيفرق هل انت في الاخر فاهمه وعارف تطبقه وتستفيد منه ولا لا. انت مش بتكمل الحاجه الكويسه للاخر، هتلاقي نفسك بتكمل في الحاجه السلبيه اللي بتبعدك في الاساس عن الحاجه الكويسه اللي انت ماشي عليها. هدي الجري ورا المعلومات اقلها وابسطها يوصلك، لان الجري ده ما فيهوش متعه.